السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة المونديال سبورت. بالرغم من ابعاد اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله عن المنتخب المغربي، إلا أنه ما يزال يتصدر قائمة الهدافين بالدوري السعودي، فمن كان سببا في ابعاد عقد الرزاق حمد الله من المنتخب المغربي؟ خطف الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله الأضواء في فريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم من خلال تسجيله لأرقام مميزة خلال الموسم الكروي الحالي. وكشف موقع سوفا سكور المتخصص في الأرقام والإحصائيات عن مجموعة من الأرقام جعلت من المهاجم المغربي الأفضل في فريقه. وتألق المهاجم عبد الرزاق حمد الله هذا الموسم في كافة المسابقات رفقة فريقه، إذ قاده إلى الفوز على فريق نافباخور الأوزبكي أمس الخميس في إياب 8 نهائي دوري أبطال آسيا. وتمكن اللاعب المغربي من هز شباك الفريق الأوزبكي في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع لحساب الشوط الأول بعد تمريرة رأسية من كريم بنزيما. وخطف اللاعب المغربي الأضواء من الدولي الفرنسي كريم بنزيما الذي يجاوره في الفريق السعودي من خلال تسجيله لأرقام مميزة. ما رأيكم متتبعي قناة المونديال سبورت في اللاعب حمد الله، وهل يستحق فرصة أخرى لإبراز قدراته مع المنتخب المغربي خلال كأس إفريقيا 2005؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة المونديال سبورت. بالرغم من ابعاد اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله عن المنتخب المغربي، إلا أنه ما يزال يتصدر قائمة الهدافين بالدوري السعودي، فمن كان سببا في ابعاد عقد الرزاق حمد الله من المنتخب المغربي؟ خطف الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله الأضواء في فريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم من خلال تسجيله لأرقام مميزة خلال الموسم الكروي الحالي. وكشف موقع سوفا سكور المتخصص في الأرقام والإحصائيات عن مجموعة من الأرقام جعلت من المهاجم المغربي الأفضل في فريقه. وتألق المهاجم عبد الرزاق حمد الله هذا الموسم في كافة المسابقات رفقة فريقه، إذ قاده إلى الفوز على فريق نافباخور الأوزبكي أمس الخميس في إياب 8 نهائي دوري أبطال آسيا. وتمكن اللاعب المغربي من هز شباك الفريق الأوزبكي في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع لحساب الشوط الأول بعد تمريرة رأسية من كريم بنزيما. وخطف اللاعب المغربي الأضواء من الدولي الفرنسي كريم بنزيما الذي يجاوره في الفريق السعودي من خلال تسجيله لأرقام مميزة. ما رأيكم متتبعي قناة المونديال سبورت في اللاعب حمد الله، وهل يستحق فرصة أخرى لإبراز قدراته مع المنتخب المغربي خلال كأس إفريقيا 2005؟